والله ما تجيب شيء والله. لا 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 والله ما تجيب شيء والله ما تجيب شيء. الله يطول عمرك. فنجان. مرحبا ترحيب في طيبها يقلطون الضيوف توعش مال الحوا اهل الوفا ظاهر نطيبها. الله يطول عمرك من غيرنا واجب والله احنا طالبين نحفل. وعلى شعار المنطقة مرحبا ألف في هذه المنطقة وعلى الرحب والسلام. طالعين عند قبائل عسير، بنحضر عند أحد القبائل في عسير، نشوف كيف ثقافتهم وكيف أنا فيني فضول أبغى أعرف كيف هل أطباعهم نفس الشيء؟ هل أطباع أهل السعودية كلهم نفس الشيء؟ هل في فرق ما بين أهل عسير مثلا أهل أبها وأهل وادي الدواسر أو أهل الباحة؟ هل في فرق في عاداتهم وتقاليدهم؟ مشينا يلا عاد اصور الله يطول عمرك. السلام عليكم. يلا حيهم. ايش المطار ولا خير الاطوار؟ ها؟ مشهور معروف مشهور. تعرف الخيال؟ ها؟ تعرفه؟ راعي الخيول؟ تابع الخيول؟ تحب الخيول؟ قلوة. تيك توك. تابعك اكثر واحد والله؟ ايش رايك في المحتوى؟ حلو؟ ها؟ تصوير حلو. تعرف تركب الخيل؟ والله؟ شو اكثر شيء عجبك؟ ايش اكثر شيء عجبك؟ ها؟ شيء تصوير. تصوير حلو؟ مونتاجه حلو؟ كيف يوم ركب الخيل والاكشن؟ حلو والله؟ اللي يتابعون. اي والله يتابعونك بعد. الله ما شاء الله. اليوم بنعشيك ما فيها كلام. انا معزومين. ما فيها كلام. معزومين ما معزومين. الله لا والله ما تعدون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالنور والسرور والنعم. الليلة ما فيها كلام. مرة ما والله ما تعدانا. والله الله يطول عمرك. اقول جابك الله وقعت. ايوه لا تقول اللي. والله العظيم ملتزمين عند عرب. اليوم رايحين الباحة ان شاء الله. اي والله. يا اخي الباحة والله ما فيها شيء. والله العظيم كلهم فيهم الخير والبركة. من غير والله ملتزمين وعندك. ونحن مرة هنا نبغى نروح. ترى يوم يقول لك ما فيها شيء الباحة يبغى يمسكك. هو جاي من الباحة. اي والله. انا قلت الوالد ولا تعدي عليه. جالك هذا الليله بس. ما استخدمنا طالبين. وافقت هي والله وافقت. والله ما وافقت. باذن الله الجايات اكثر. عسير وضواحيها واهلها وشعبها طيب. والله يطول عمرك. لا تجيب شيء لا والله ما تجيب شيء والله ما تجيب شيء والله. لا والله ما تجيب شيء والله ما تجيب شيء. الله يطول عمرك. يا الربع انا طالب منكم. لا والله مستعجلين. والله عندنا السمع انا طالب النفس. الله يطول عمرك. يا الربع يا الربع. لا اله الا الله. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. الله خير. الكرم حتى تاخذه في الشارع، تاخذه وانت واقف عند اشاره. الله يطول عمرك. في كل مكان. ها؟ ضيوف الرحمن هذول. ارحب من ممشاك الملفات. الدعاء في المطار. اي والله. الدعاء في المطار. ادعو. اسمع حماس. اسمع الشعر الحقيقي مما غنه لا يضيع شاعرك زهرة شبابه. احبك وادري ان الحب سنه. اي والله نحبكم يا اهل السعوديه. اي والله نحب طيبكم يا اهل نجران، يا اهل ابها، يا اهل. الله يطول عمرك. لفت انتباهي البيت المعماري الجميل هذا، ولفت انتباهي الخشب اللي طالع. الخشب هذا يسمى المداميك او القصب. هذا وظيفته يحطون الطين طبقة بطبقة، وظيفته عشان يحمي الطين عشان ما ينهار. زين شوف الطابع الجميل اللي هو الدرايش، النوافذ اللي تشوفونها هذه تعطي طابع التراثي مع الالوان، يعني يعطيك من المساحة هذه. صوت المطر عود بذكراك والغم كأنه يداريني. صوت المطر عود بذكراك والغم كأنه يداريني.
سبحان الله طاقة جميلة، طاقة إيجابية. لما يكون المطر تحس إنه في شيء، في شعور جميل. ارحبوا يا رجال، ارحبوا مرحبا ومسهلا. اخوكم ساير النهار محمد مهدي الغباري، مرحبا ومسهلا. ارحب يا بن شملان، ارحب. الله يرحب بك على فضله. محمد بن شملان المصعبي، مرحبا ومسهلا. ارحب الارض ترحب والسماء ترحب. الله يرحب بك على شلون فضله. طال عمرك؟ الله يعافيك. عساكم بخير. يلا حيهم يا مرحبا ومسهلا. ارحب تعال. مرحبا ومسهلا. الله يحييك ما شاء الله. ذياب محمد. ونعم مرحبا يا ذياب، الله يبارك فيك. هلا وسهلا، كيف حالك؟ عساك طيب. يلا حيهم. مرحبا والله ومسهلا. الله يرحب والله يحييكم تحية المطر. الله يطول هذه والله الساعة الطيبة. شوفتك. ارحب يا ساير، ارحب يا ابيض الوجه، ارحب يا الراس الطيب. والله انك وافي في كل مكان وفي كل زمان. مرحبا والله ومسهلا. الله يحييكم على فضله. من ممشاكم لملفاكم في داركم وعند اخوانكم. وانا كلامي خدمه للطيبين، ولا معي اطيب مني وينتظرونكم رجالا من عسير الهول، الشيخ ابراهيم ابو خيره العسيري، ونعم ورجال يامو همدان يرحبون بكم في نجران. ومرحبا والله ومسهلا. الله يحييكم. يعلم الله ان العبارات تعجز الله يطول عن وصف الترحيب فيكم. الله يطول. مرحبا بكم ومسهلا. يا مرحبا، مرحبا ترحيب في طيبها يقلطون الضيوف. مرحبا ترحيب في طيبها يقلطون الضيوف. توعش مال اللحى الوفا ظاهر نطيبها، ونحط لكم الشحم والعود الازرق، وبيوتنا ترحب وصدورنا ترحب. ومرحبا ومسهلا. مرحبا ومسهلا بالجميع. الله يحييكم. تفضلوا، الله يحييكم. الحقونا. مرحبا ومسهلا. يلا توكلنا على الله. توكلنا بالله. مرحبا. الله يحييكم. نقول ارحبوا مرحبا ومسهلا عند عسير الهول، اخواننا وبني عمنا. يرحبك على فضله. السلام عليكم. تفضلوا مرحبا ومسهلا. اخوانكم ساير النهار العنزي، محمد ناصر شملان ابن شملان المصعبي من الامارات، بتال المري، محمد الغباري. والله يمسيكم بالخير، والله يبارك في فهد ويكثر امثاله، ولا يخلينا منك يا ابو فهد اللي خليتونا نلتقيكم. هذا اللي جابنا وسلامتكم جميع. في مكاني عند اخوي الكبير، الله يرفع قدرك. الله يحييكم. الله يحييك. الله يرفع قدرك. وإن ما جو ففي خير إن شاء الله، وتعاوض الحماية في وقت الجامع. والله يحييكم ويا مرحبا يا هلا وغلا. يقول النسب شيم تم اخذه ولا عطاه، النسب شيم تم اخذه ولا عطاه، والكرم من خذ الواجب ورد الجميل. اخذ الواجب من اخذ بنت الرجال بكرم، فالكرامه ورد الجميل حفظها وتقوم بواجبها وواجبها، ونبقى نتعلم منكم. نعم. وبغيتك تكلمنا بعد عن اللي هو عن عسير، وأمر عسير كم عمرها، ومن اللي يسكن مثلا في عسير عامة، وكم منطقة مثلا في عسير، لأن في ناس تفكر عسير هي منطقة وما يعرفون أنها هي عبارة عن تضم الجنوب كامل اللي هي يسمونها عسير. نعم. وبغينا نعرف بعد أعمار البيوت اللي هنا، القبيلة مثلا، الأعداد. ووجودك الليلة عندنا والله يعني من أسعد الفرص وقت الحسن. بالنسبة لعسير هذه المنطقة طبعا منطقة تمتد على مسافة 82,000 كيلومتر مربع. هذه منطقة عسير. نعم. المنطقة هذه من حدود بل الأحمر إلى حدود شهران، إلى حدود خميس مشير. من الجهة الغربية يحدها البحر الأحمر. اتجاهنا في الجهة الغربية امتداد لجبال السروات إلى البحر الأحمر. أيضا يحدها من الجهة الشرقية كمان أيضا حدود قبيلة شهران. هذه القبيلة طبعا قبيلة شهران تحدنا من الشرق ومن جزء من الجنوب.
فلأنها يعني منطقة ممتدة واسعة جدا جدا اللي هي منطقة شهران، حتى أطلقوا عليها لقب شهران العريضة. في مكان معين يشتهر فيه يقولون هذا جبال ألمع أو قرية ألمع؟ تبغى تصل إلى النقطة المشهورة اللي هي رجال ألمع القرية. هذه القرية توجد في الجهة الجنوبية من رجال ألمع. منطقة رجال ألمع مقسومة قسمين، قسم شمالي وقسم جنوبي، يفرق بينها جبل اسمه جبل رز ليس رز. أشهر قرية موجودة في محافظة رجال ألمع هي قرية رجال، عند خروجك من نفق مباشرة على الجهة اليسرى. هذه القرية التي بجهد أهلها على وجه الخصوص ثم بجهد المشايخ وكبائر رجال ألمع بوجه العموم وصلت إلى اليونسكو. ما شاء الله إلى اليونسكو. وهذه المحافظة تعتبر محافظة غنية وزاخرة بالأدباء والمثقفين والشعراء والعلماء والمسؤولين اللي وصلوا إلى أعلى المناصب. وصلت بعد سنين طويلة من العمل الدؤوب حتى وصلت إلى اليونسكو وأصبحت يشار إليها بالبنان من التراث، الثقافة، أعمار المباني تشوف في أعمار يعني جميل جدا جدا. وبعدين أشوف في تطور الحين، نحن في بيوت شفتها قديمة في المنطقة ونحن داخلين. نعم. بس أشوف في تطور عمراني ما شاء الله تبارك الله. هل أنت تحب البيوت القديمة الطين ولا البيوت الحديثة هذه؟ أنا أحب البيوت القديمة الطين والحجار، وهذا لأنها أصالتنا، تراثنا الأساسي. إحنا مستقرين، إحنا أصحاب أوطان، يعني لسنا رحالة، يعني لسنا مستقرين. فلذلك عندنا تراث وعندنا ثقافة وعندنا حضارة قديمة ومتواصلة الآن. واللي يدللك على أنه هذه هي الأساس وهي تعني هوية المنطقة ومن فيها أن أحد ركائز الرؤية هي إحياء هذه الأماكن. ولذلك تجد أنه عندنا في منطقة عسير ما يزيد على 4000 قرية تراثية. ما شاء الله 4000 قرية موجودة عندنا في منطقة عسير. ترى النواة الأساسية لهذا التراث كله أبوه، وهذا طال عمرك الزخم التاريخي لهذه المباني قرية رجال نفسها، قرية رجال اسمها قرية رجال. هذه امتداد لعصور قديمة جدا وصلت موجودة للحين واهتمام فيها، وفيها المسرح روماني وفيها قصور ضيافة. كم عمر هالقرية هذه؟ قديمة جدا. الشيء الثاني قلاع وحصون أبو نقطة المتحمي التي حازت على المركز الأول سنة 2024. ما شاء الله حصلت الأول على القرى السياحية كلها. هذا عندكم هنا؟ نعم. في عسير ولا في أبها؟ في طبب هنا. في طبب اللي هي العاصمة التاريخية لعسير، العاصمة الأولى التاريخية لعسير. الله يحييكم، وعلى شعار المنطقة مرحبا ألف في هذه المنطقة وعلى الرحب والسعة. الله يرحب بك على فضله. مرحبا ألف، ادخل علينا ألف علينا. نعم. ولما التراحيب فهي من الدنيا كلها. الله يحييكم عدد ما خلقكم. الله يهديك على واجبكم. الله العظيم اللي كانهم جابوا لي العافية في بدني. تفضل الله يحييكم. إذا قصر من واجبكم شيء تعذرونا، تفضل الله يحييكم. نجون الرياض انهم يجون حاضر اخواني وكل طيب امون عليه واقول عليه واقول في مكانه. طبعا مقابل الطيب.